لا تبخلوا علينا بالاشتراك ولايك للفيديو لتشجيعنا. كشف تقرير صحفي إسباني عن إعجاب إدارة برشلونة بالنجم المغربي عز الدين أناحي بعد تألقه رفقة أسود الأطلس في مونديال قطر. وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن برشلونة يبحث عن لاعب مميز في خط الوسط، وكانت الأهداف الرئيسية هي برناردو سيلفا وجان دوغان ثنائي مانشستر سيتي، لكن في ظل الأزمة المالية سيكون من الصعب التعاقد مع أي منهما. وأضافت أن برشلونة سيحاول إيجاد بديل أكثر إثارة، وهو عز الدين أناحي، أحد أكثر المفاجآت الصار في كأس العالم، والذي أثار إعجاب لويس إنريكي بعد إقصاء المغرب الإسبانية من ثمن نهائي المونديال. وأشارت موندو ديبورتيفو إلى أن صفقة عز الدين أناحي ستكون منخفضة التكلفة لبرشلونة، والمشكلة لن تكون في قيمة الصفقة بل للراتب الذي سيطلبه لاعب أونجي الفرنسي. وتألق أناحي بقميص أونجيه وساعد الفريق على البقاء في الدوري الفرنسي، مما دفع إدارة النادي لتجديد عقده قبل 3 أشهر من بداية المونديال، حيث ينتهي عقده الجديد في صيف 2026. ولم يضع أونجي أي شرط جزائي في عقد أناحي حسب بيان التجديد، لكن القيمة السوقية الحالية للاعب مقدرة ب4 ملايين يورو، وبعد تألقه في المونديال سترتفع القيمة بلا شك.